السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادا ندوز نشارك معكم واحد الكيكه، ولكن اش من كيكه. هاد الكيكه اللي دايره ضجه دابا في يوتيوب، في القنوات الاوروبيه، اللي كتجي رائعه على واحد الشكل. التزيين ديالها اولا مثلا المنظر ديالها كيجي زوين بزاف، اما المذاق ما حتاش نهضروا عليه. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو، انا متاكده غادي يعجبكم، وكما دائما يعجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، واللي ما مشتركش في القناه مرحبا بك اختي عندي. وكذلك نطلب منكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وكذلك للدعم. ودابا ما بقى لي الا ندوزو نشوفوا هاد الوصفه العجيبه الرائعه، هاد الكيكه اللي غتخليكم تحماقوا عليها ان شاء الله. كما كتشوفوا في هاد الاناء هذا انا درت 6 ديال البيضات، غادا نطربهم مزيان وغادا نضيف لهم واحد 300 غرام ديال السكر. هاد الكيكه هذه ضروري خصكم توجدوها. انا شفتها في بزاف ديال القنوات الاوروبيه، قلت علاش لا نشاركها معكم. انا باغا ما شفتها في شي قناه عربيه، وقلت علاش لا نشاركها معكم. نتمنى يا ربي تعجبكم وغادي تعجبكم ان شاء الله. ضفت السكر ودابا غادي ندوز نضيف الزيت. بالنسبه للزيت عندي 300 مليلتر. غادي نخلي لكم المقادير كاملين مضبوطين في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي يعني غادي نستمر في التطريب كما كتشوفوا حتى يتماسكوا لي المكونات كاملين مع بعضياتهم. وغدا ندوز باش غدا نضيف واحد 2 ديال العلب ديال اليوغور. بالنسبه بالنسبه للدانون اللي استعملت انا اليوم من نكهه الكوكو. بغيتو ديروا نكهه الفانيليا كذلك. انا هاد الكيكه هذه بغيت نوجدها بالكوك، كيعطي لها واحد النكهه زوينه. بغيتو تبدلوا النكهه ديال دانون ماشي مشكل. وبالنسبه للدقيق انا غندير 500 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نغربلو. وكذلك غادي نضيف لهم غندير نضيف لهم الكاكاو مور. ضروري خصكم تغربلوا الطحين ديالكم، على حقاش الطحين ملي كنغربلوه ما كيبقاو لناش ديك التكتلات في الخليط ديالنا. غادي نضيف 5 ديال المعالق ديال ديال الكاكاو مر كما كتشوفوا. حتى هما كذلك غادي نغربلهم. كان خاصني نضيف الخميره ديال الحلويات دابا مع هذا الخليط هذا مع النواشف، ولكن انا نسيت. غادي نضيف الخميره من بعد. صافي غادي نخلط هاد 2 ديال النواشف مع بعضياتهم، وغادي ندوز نضيفهم للخليط ديالي. غادي نحيد الطراب الكهربائي غنبقى نزيد غير شويه بشويه، وغادي نطرب بهذا الفوي ولا هذا الطراب اليدوي. طربوا غير بشويه بشويه. انا حيت عندي عندي الفيديو مزرب شويه باش ما يجيكمش شويه طويل. كنضيف الطحين شويه بشويه وانا كنخلط. ممكن ديروا سباتولا، انا راه بديت ندير بهذا الفوي، ولكن غادا نبدلو بسباتولا لحقاش بقى كيدخل لي، حيت الخليط ملي كيقصح شويه كيبقى لداخل فوس هاد الطراب هذا. اذا غادا نبدلو، غادا نستمر بسباتولا. في هذا الاثناء هذه انا عندي الفران شاعل على درجه الحراره 160 غير من تحت. غادي نشعلوا له الفران غير من تحت حتى يتنفخ ويطيب. دوز واحد 30 دقيقه، عاد فتحوا عليه وبينتشاروه بواحد العود وشوفوا الا خرج ناشف هو هذاك، ما خرجش زيدوه شويه، ولكن حتى دوز واحد 30 دقيقه عاد حلوا على الكيكه ديالكم. سينو لا حليتو عليها قبل ملي كتحلوا الفران كتهود. خليوها حتى دوز واحد 30 دقيقه اولا 35 دقيقه، عاد فتحوا عليها الفران. صافي انا كملت الطحين ديالي كامل درتو كما قلت لكم. انا نكمل بسباتولا. ودابا ملي كملت الطحين كامل عاد غادا نزيد الخميره ديال الحلويات اللي كان خصني نديرها مع النواشف. انا زدت هنايا واحد 25 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وغادا نخلطهم مزيان. وغادا نضيف لهم واحد الكاس، واحد 200 مليلتر اولا كاس ديال العنبه يكون عامر. زيدوا كاس ونص ديال العنبه ديال الماء يكون مغلي، يكون طايب كيطبخ. انا درت 200 مليلتر. بغيتو ديروا بالكاس د العنبه ديروا كاس ونص ديال العنبه، يكون بالحق الماء يكون كيتجالب، تحطوه يطيب مزيان يبقى يطبخ. عاد زيدوا على الخليط. هذا هو السر اللي غادي يخلي الكيكه ديالكم تجي من داخل فازقه.
كتجي فازقه وهشيشه وما تصوروش. انا كنتمنى تجربوها وردوا عليا وجربوها على حسابي. ايوا يلا. المهم غادي نكمل غنخلط هاد الماء مزيان مع الخليط حتى يتخلط مزيان كما كتشوفوا. وغادي ندوزو باش غادي نديرو في هاد الصينيه ديال الفرن. هاد الصينيه ديال الفرن القطن ديالها 30 على 20. بغيتو ديروها مربعه، الا كانت عندكم شي صينيه مربعه من الاحسن. انا عندي هادي. صافي غادي نخبطها شويه وغادي نديها للفران وغنخليها. انا قلت لكم واحد 30 و 35 دقيقه عاد غنفتح عليها. بما طابت لي الكيكه ديالي غادي ندوزو نوجدوا واحد الكراميل. عندي هنا 400 غرام ديال السكر خشين ولا السكر حبيبات. غادي نديروا عليه النار تكون مهيله، يعني مهيله من واحد الدرجه ما تصوروش باش الكراميل ديالكم ما يتحرقش. صافي كما الكراميل اللي صار لي السكر ديالي غادي نزيدو واحد نص كيلو ديال الكاوكاو، والكاوكاو يكون محمر. بغيتو ديروا لاكاديو كذلك. انا عملت الكاوكاو كيعطي واحد المذاق رائع. صافي غنخلط الكاوكاو ديالي مزيان وغادي نزيدو واحد 70 غرام ديال الزبده. واذا كان 70 غرام ديال الزبده من اصل حيواني من الاحسن، ما كانتش واخا تستعملوا المارغرين ماشي مشكل. غادا ندوب هاد الزبده مزيان على مع الكاوكاو حتى تذوب لي. ودائما النار كتكون قليله، يعني ما تقويوش النار بزاف لحقاش تحرق لكم السكر. في الاخر الكيكه ديالكم غتجي فيها شويه ديال المروره، وحنا خصنا الكيكه ديالنا تجي زوينه كما شفتها انا. والله العظيم جربتها 2 المرات وجات واعره. صافي الزبده ديالي هي تخلطت وغادا ندوز نضيف لها واحد نص كاس ديال العنبه ديال الكريمه السائله. هاد الكريمه السائله كتخلي الكراميل ديالنا ما يقصاحش، يعني كيجي معلك، ما كيجيش قاصح فوق الكيكه. صافي انا درت نص كاس ديال العنبه ديال الكريمه السائله، اولا ديروا 5 المعالق اللي بغيتو. المهم غنبقى نخلطهم حتى تجانس لي هاد الكريمه مع الكراميل. صافي غادا نطفي عليه وغادي ندوزو نجبدو الكيك ديالنا من الفران. راه طابو خرجته انا غنوريه لكم. جا زوين بزاف، جا فيه واحد المنظر رائع. انا ما حيدتوش من الصينيه ديال الفرن، ما حيدتوش على حقاش غندير فوق منه الكراميل عاد غادا نحيدو. وصافي هذا هو الكيك ديالنا كما كتشوفوا جا زوين بزاف، جا رائع. غادا نكب فوق منه هذا الخليط هذا الكراميل. ايوا ما نحتاجش نعاود لكم على نسمع عندي هنا في الكوزينه فيه واحد الريحه واعره. المهم غادي نمدو هاد الخليط مزيان، هاد الكراميل فوق الكيك ديالنا، وغادي نخليوه حتى يبرد. ديروه في الثلاجه، الا كنتم مزروبين عليه ديروه في الثلاجه. انا بصراحه درتو في الكونخيلادور باش برد لي دغيا باش نقدر تقطعوه هو سخون. وبالنسبه للكيكه بغيتو ملي تجبدوها من الفران تكون عندكم الخليط موجد ديروه، ما تخليوهاش حتى تبرد ولا كيف بغيتو تخليوها حتى تبرد ماشي مشكل، بغيتو ديريها سخونه كذلك ماشي مشكل. المهم ملي يوجد لكم الخليط هاد الكراميل كديروه فوق منا، ديروها في الثلاجه اولا ديروها في الكونخيلادور بغيتو الا كنتم مزروبين عليها ولا شي حاجه حتى كتماسك مزيان. انا قلت لكم هاد الكراميل ما كيجيش قاصح فوق من الكيك، كيجي معلك، كيجي زوين بزاف وفيه واحد المذاق ما تصوروش. صافي الكيكه ديالي انا قلت لكم انا عملتها في الكونخيلا، خليتها تبردت شويه، عملتها في الكونخيلادور واحد نص ساعه. صافي وخرجتها ودابا عاد غنقلبها. كما شفتوا راه ما حيدتهاش مره من الصينيه ديال الفرن، خليتها فيها. وغادا ندوز نحيد لها هاد بابيل الومنيوم. ضروري خصكم ديروه في القاع ديال الصينيه ديالكم باش يعني ما كيلصق لكمش وكيجي الشكل ديالو زوين. صافي غادا نحيد هاد البابيل هذا من الكيك وغادي ندوز نقطعو. ايوا ما تصوروش ما تصوروش شحال يعني طرف موضعو ما بقى منه حتى حبه. وما تصوروش شحال دي الدجاجه اللذه ديالو خرافيه. جربوها، انا قلت لكم جربوها على حسابي، كيجي زوين بزاف. قطعوه بالموس يكون ماضي، قطعوه مزيان باش كيجيكم التقطيع ديالو كيجي زوين على هذا الشكل هذا. جا زوين بزاف ونفس الوقت فازق، لحقاش ديك الماء طايب اللي عملنا له جا مفزق، جا فازق وجا زوين بزاف ورطب وما تصوروش. صافي غندوز نقطع معاكم اللي باقي في الكيك. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى ربي يعجبكم الفيديو قصير
ولكن الكيكه واعره واعره بزاف، ما تصوريش. ضروري خصكم تجربوها، ونتمنى ربي يعجبكم. وكما دائما ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. ديروا لايك قبل ما تبداو الفيديو، حيت انا كنشوف اللايكات شويه ناقصين. يعني كاين اللي كيشوف الوصفه وما ملي كيتكمل الفيديو واخا كيعجبكم. لا عجبكم ديروا لايك. وهادشي اللي كاين. نتمنى ربي يعجبكم، ونتلاقاو في وصفه مقبله ان شاء الله. وخليتكم الراحه وما تنساونيش كما قلت لكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. واللي ما مشترك في القناه مرحبا بك اختي عندي. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم بان غادي ندوزو نشوفوا الكيك ديالنا كي جات نقطعوا معاكم. انا رانا ذقته ولكن غادا ندوز باش نحلو تشوفوه كي جا فيه واحد المنظر رائع. لا في المنظر ديالو ولا في المذاق ديالو، وما حتاش نعاود لكم، يعني ما سقيتو ما حتى شي حاجه. غير ديك الماء اللي عملت له كيتجالب هو اللي عطاه ديك الهشاشه هذه اللي جات فيه، ما تصوروش. صافي انا قطعته على هذا الشكل هذا. ممكن تقطعوه طرفه صغارين، وممكن تقطعوه على هذا الشكل هذا اللي قطعته به انا. غادا ندوز ايوا ما حتاش نكذب عليكم، هادشي اللي بقى منه انا غادا ندوز نقطعه معاكم. شوفوا الكراميل كي كيجي ديالو، كيجي واعر. ايوا بالصحه والراحه، ونتلاقاو في وصفه مقبله ان شاء الله، ومع السلامه.